طيب القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني الحبيب منتخب مصر لمباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. فكابتن حسام حسن والله واخد في حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ودي الحقيقة حاجة مش فاهمها خالص، اتنين حراس مرمى من نفس الفرقة. طب ما ده مش منطقي خالص، ما بيحصلش في العالم خالص، يعني ما شفتهاش قبل كده خالص. اتنين حراس مرمى، حراس المرمى مبدئيا لازم يكونوا بيلعبوا اساسيين. فالشناوي وشوبير من نفس الفرقة، انت بتظلم حراس مرمى تانيين كتير. عندك مثلا احمد الشناوي بيراميدز ماشي بشكل كويس جدا، فاذا كان عايز تاخد واحد منهم لازم وحتما ولا بد يعني يبقى محمد الشناوي. اكتر جاهزيه، هو اللي بيلعب اساسي مؤخرا يعني. والله محمد صبحي ماشي بشكل كويس مع الزمالك. عبد العزيز البعوطي برضو ماشي يعتبر بشكل كويس جدا مع البنك الاهلي. فحراسه المرمى يعني كان عندي تعقيب، اللي هو ممكن تاخد مثلا احمد الشناوي بدل اوفا شوبير، اللي هو يعني بان من اول ماتشين ان هو مهزوز ولسه مش في الفورمه. خط الدفاع بقى الصراحه في كوميديا في كوميديا. يعني عندك مثلا رامي ربيعه. رامي ربيعه حسام حسن بيتعامل معاه على انه مالديني، والله بجد. رامي ربيعه بالنسبه لحسام حسن قطعه لا مساس بها. والحقيقه رامي ربيعه مستواه اصلا يعني متذبذب جدا جدا من قبل ما يمشي من الاهلي، هو مستواه مش مستقر، بس هو الراجل بيحبه وبيلعبه. فخالد صبحي برضو من رجاله حسام حسن، ما بيلعبش اساسي اصلا في فرقته، بيلعب في المصري البورسعيدي وما بيلعبش اساسي مؤخرا يعني. عمرو الجزار مدافع كويس جدا، مدافع قوي، شافه من المساكين الكويسين في الدوري المصري. الراجل انتقل حديثا للبنك الاهلي وعامل معاهم شغل كويس جدا. حسام عبد المجيد والله من وجهه نظري هو افضل الوحشين، يعني افضل مدافع مصري، افضل قلب دفاع مصري متواجد حاليا. طبعا عبد المنعم مصاب، فانا شايف حسام عبد المجيد يعني اكتر حاجه منطقيه. والله محمد ربيع برضو من رجاله حسام حسن بيعتمد عليهم، راح زد الراجل ويعني بيمشي الدنيا. محمد هاني بقى الهن الناشئ. والله محمد هاني يعني ما فيش كلام كتير، الناس كلها عارفه. وعندنا ازمه، احنا عندنا ازمه في الباك اليمين في مصر عموما، يعني الباك اليمين والباك الشمال الحقيقه. فمحمد هاني علامه استفهام برضو. علي فوزي. علي فوزي يا جماعه الراجل ماشي مع مودرن كويس جدا 10 على 10. فمش عارف ليه محمد هاني الاصرار على محمد هاني؟ طب ما تاخد علي فوزي وتجرب يعني. الماتشين يعني مش اصعب حاجه في الدنيا، كان ممكن تاخد علي فوزي ماشي كويس جدا الراجل، ومحمد هاني برده مستواه مش حلو. فهو برده حسام حسن بيحب محمد هاني. احمد عيد برده مع المصري مش مستقر، احمد عيد شويه بيلعب شويه ما بيلعبش، بس والله برده احنا قلنا ان المركز ده فيه مشكله في مصر. فاحمد عيد ماشي. محمد حمدي الباك ليفت بيراميدز برده منطقيه، محمد حمدي الى حد ما ماشي كويس. طبعا فتوح بالمستوى اللي هو موجود فيه حاليا ده يعني ما يلعبش منتخب ناشئين حتى، ففتوح طبعا مش موجود. ومحمد حمدي. احمد نبيل كوكا برضو علامه استفهام بالنسبه لي، ما بيلعبش اساسي في فرقته. انا لعيبه كتير جدا في القائمه ما بتلعبش اساسيه في فرقتها، فمحمد يعني احمد نبيل كوكا واحد منهم. بس حسام حسن برضو بيحب يعتمد عليه.